خير الكلام ما قل ودل. تعرف الجملة دي اتقالت ليه؟ أو فين؟ أو مين اللي قالها؟ لو تعرف دي حاجة حلوة أوي، ولو ما تعرفش برضه دي حاجة حلوة أوي، لأنك ساعتها لو عايز تعرف هتسمع مني 30 جملة في 30 حلقة طول رمضان. أنا دكتور فويس محمد عادل، وده برنامج جملة مفيدة. السلام عليكم يا كل المستمعين الكبار والصغيرين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جملة مفيدة. معاكم دكتور فويس محمد عادل. جملتنا النهاردة هو مثل شعبي مشهور قوي وكلنا كده تقريبا عارفينه، وزي ما قلت لكم قبل كده يا أولاد إن الأمثال الشعبية الحكمة والبلاغة بتاعتها ما تقلش حاجة خالص عن الأبيات والأشعار والجمل العظيمة اللي قالها الفلاسفة، وقلنا قبل كده في كذا مثال يعني. المهم عشان ما نطولش، المثل بتاعنا النهاردة هو إحنا دافنينه سوا. طب دافنين إيه؟ وعلشان إيه؟ يلا بينا. في سالف الزمان وفي قديم العصر والأوان كان في 2 إخوات وعندهم حمار. المهم الحمار ده كانوا شغالين بيه ينقلوا بضاعة من هنا، يودوا ناس من حتة لحتة من هنا، يسفروا واحد من قرية دي للقرية الفلانية، يعني شغالوا زي أوبر كده، حاجة زي الفل. والحمار شغال معاهم من صغرهم وعايش معاهم على الحلوة والمرة، ياكلوا معاه وفي آخر الليل بعد ما يخلصوا شغل يتكوموا ويناموا ال3 جنب بعض. المهم يا سيدي عملوا الحمار ده كأنه واحد منهم، أي والله، وسموه أبو الصبر، يعني اسم كده فيه إيه بركة وبرضه إيه تكريما لهذا الحمار الجميل. المهم يا سيدي في يوم من الأيام هما ماشيين في الصحراء، أبو الصبر تقريبا جات له ضربة شمس وريح ومات، فقعدوا يعيطوا عليه وينهنهوا ويقولوا الله يرحمك يا أبو الصبر، ده أنت كنت شايلنا يا أبو الصبر. وعملوا له قبر ودفنوه فيه في قلب الصحراء وقعدوا يعيطوا فوقه بالساعات، والرايح والجاي يتفرج يلاقي 2 قاعدين بيعيطوا ويقولوا الله يرحمك يا أبو الصبر، يا اللي كنت بتعين المحتاج، يا اللي كنت بتنقل الغريب وبتنقل البعيد وبتشيل الأحمال ومش عارف إيه. قال لك يا جدعان هو بيدعوا لحد ولا إيه؟ هو في إيه؟ ويعدي الناس وهما الاتنين برضو يعيطوا ويقولوا نفس الكلام. ناس قال لك بس ده واحد ميت كده من عباد الله الصالحين وحاجة كده كبارة، والي بقى ولا راجل صاحب كرامة، والناس دي بتدعي على القبر بتاعه وبتقرا الفاتحة. المهم الرايح والجاي بدأ يقرا الفاتحة هو كمان ويعيط ويقول الله يرحمك يا شيخ أبو الصبر، اللي هو مين؟ الحمار. المهم الرايح والجاي بيقرا الفاتحة ويسيب اللي يقدر عليه، قرشين من هنا، ندر من هنا، تبرع من هنا، ويديهم لمين؟ للاتنين بتوعنا. المهم قال لك احنا هنعمل خيمه ونحطها جنب مين؟ جنب قبر المرحوم ابو الصبر، الله يبشبش الطوبه اللي تحت دماغه. عملوا خيمه وقعدوا، الناس بتزيد وكل واحد يجي يقعد يقرا الفاتحه ويعيط ويدفع اللي فيه النصيب، والندور تكتر والتبرعات تكتر، وكله بيدعي لابو الصبر وكرامات ابو الصبر وفكها علينا يا ابو الصبر، وكل ده ما يعرفوش ان اللي مدفون هنا ايه؟ حمار. الله ما اعرفش الحمار مين، بس يلا مش مشكله ما علينا. المهم الخيمه بقت بيت وقعدوا جنب القبر والفلوس كترت والتبرعات والليله بقت حلوه قوي زي الفل. المهم يا اولاد في يوم من الايام هم بيقسموا فلوس الندور او التبرعات، واحد منهم طمع قال له لا انا ما ينفعليش الاسم دي. فالتاني قال له ايه؟ انت عايز تاكل حقي؟ الله العظيم لا اشتكيك لي مولانا ابو الصبر، هو اللي هيجيب لي حقي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. يقول تشتكيني من مين؟ قال له الشيخ ابو الصبر هو اللي هيجيب لي حقي منك يا ظالم. قال له ابو الصبر ده اللي هو الحمار؟ قال له اه. قال له عيب عليك يا اخي، ده احنا دافنينه سوا. شفت بقى؟ من هنا المثل ده نطلع منه بحاجتين يا اولاد. هنفترض ان في شخصين انا وانت، وانا بقول لك يا صاحبي ما تسيبنيش في الحوار ده، انا عايزك معايا، اوعى تسيبني تروح انت رد عليا وقايل لي ايه؟ ما تخافش يا راجل عيب عليك، ده احنا دافنينه سوا. اذا معنى المثل هنا جه ان انا بطمنك ان انا مش هسيبك، لان انا معاك من اول الموضوع ودارب الدنيا وعارف الدنيا فيها ايه. تمام. اعكس بقى الناحيه الثانيه. لو دلوقتي صاحبك ده هو اللي بيقول لك او الشخص التاني بيقول لي ده انا ماليش علاقه بالموضوع ده وعايز اخلع منه، او حوار معروف ديته واخره وانا بقول لك فيه معلومات غلط، تروح انت جاي باصص من فوق لتحت كده وقايل لي يا اخي عيب عليك رايح فين؟ ده هدفنينه سوا، يعني ما تقلقش مش هتعرف تخلع ولا تروح ولا تيجي. اذا في هذا المثل احتمل المعنيين، يا انا بطمنك ان انا معاك لان انا عارف كل حاجه، يا اما انت بتقول لي مش هعرف اروح في اي حته لان انا عارف اللي فيها، يعني انت لا تقدر تفلت ولا تقدر تسيبني. فاذا المثل يحتمل المعنيين. زي ما قلت لكم يا اولاد ان الاشعار والامثال، قصدي الامثال الشعبيه، امثال بتبقى بليغه جدا وفيها حكمه ما تقلش خالص عن الشعر وعن الادب والفلسفه اللي بيقولها اي حد من الادباء الكبار، وبتفضل عايشه معانا لحد اخر العمر. بما اننا دافنينه سوا يا اولاد وانتوا بتسمعوني فهتعملوا لايك وشير لو عجبكم، ولو ما عجبكوش برضه هتعملوا لايك وشير، يعني انا اقلب من الصبر ربنا يصلح حالنا جميعا، يعني تطلع كده
هتلاقي الجمله اللي قبلها اسمعها، هتنزل كده مش هتلاقي حاجه ان دي اخر جمله. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان اي حاجه جديده تيجي لك رنه وتسمعها. كان معاكم دكتور فويس محمد عادل وجمله ده احنا دافنينه سوا. السلام عليكم.